بنبدأ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مع الحلقة الثالثة والأخيرة في سلسلة رحلة الأقدار وقصة سيدنا موسى عليه السلام مع العبد الصالح القدر المكلف بتصاريف الأقدار من الله. تحدثنا في الحلقة الأولى عن الرحلة وما فيها من خفايا بعد أن بينا حقيقة القدر ومعالم الرحلة التي كانت بين الإنسان وإرادته الدائمة لاتباعه للأقدار وأسرار القدر. ثم بينا في الحلقة الثانية حقيقة قصة من يطلق عليه اصطلاحا الخضر، وهو ملاك القدر والمكلف بتصاريف الأقدار مع موسى، وحقيقة الخضر وأنواع المصائب القدرية وألطاف ربنا الخفية. الحلقة دي بنبدأ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. نسبح بحمد الله، نستفتح ومن سبحات أنواره ومداد كلمات الله الربانية نستمدد. نتحدث اليوم عن مشاهد قرآنية جميلة عجيبة في قصة الخضر وموسى عليه السلام، عندما يشاء القدير القادر المقدر المقتدر أن يتجسد القدر في هيئة مشهودة في صورة عبد رحيم عليم معلم من لدن علام الغيوب، يتبعه موسى الإنسان ليتعلم أسرار وحكمة تصاريف الأقدار، وتخلد الرحلة وتبقى خالدة في كتاب الله الباقي المحفوظ، لتكون موعظة حسنة للمؤمنين تحكي ما دار بين النبي البشر الرسول أعلم وأهدى أهل زمانه في زمانه وبين الأقدار، ليكون للمؤمنين نورا وهدى ورحمة وعلما من لدن رب العالمين. وقال ربنا جل وعلا: ولقد آتيناكم من لدنا ذكرا، والذكر علما. بيبدأ أول مشهد منها سيدنا موسى يمضي مع فتى من فتيانه، قال لفتاه: لا أبرح. وهذا الفتى لا يمثل نبي كما روي لنا، فلا يوجد يوشع التوراة في هذه القصة، هو مجرد فتى من فتيانه صاحب طريق يمشي ونيس معه إلى أن يصلوا إلى هدفه ومبتغاه. وهو يمضي موسى بإصرار يبحث عن مكان مجمع البحرين، يريد أن يقابل أحدا. غيبت الغاية نفسها، ماذا يريد من بلوغ مجمع البحرين؟ وهو مجمع البحرين معناه البسيط ملتقى بحر علوم الشهادة وعلوم الغيب، فعلم الغيب بحر من العلم وعلم الشهادة بحر من العلم، عندما يلتقيا عند مجمع البحرين هذا رمزية في كتاب الله. عند قضاء القدر ووقوع الحدث والمصيبة والوعد الموعود للإنسان، هنا يلقى القدر، يلتقي البحران، ملتقى البحرين عند حدوث الحوادث، عند وقوع الأحداث والمصائب والوعود، عندما ينزل العطاء للصالحين وثمرات رعاية الله لأبنائهم، يتولاهم الله ويتولى رزقهم بسعة من ثمرات وكنوز أبواهما الصالحة. فلما وجد موسى الخضر كلمه لنفسه وطلب أن يتبعه وحده ليس معه ثالثة ليتعلم منه. قال: هل
أتبعك أنا بلغة المفرد، على أن تعلمني أنا برضو بلغة المفرد. فهو مكلف بأمر من ربه ليروي لنا هذه القصة. وكان أول رد صادم وصارم من وعالم رحيم: إنك لن تستطيع معي صبرا. قالها القدر بعلم. وتمسك موسى الإنسان بالأمل. هكذا كل بشر يستبشر، يريد أن يعرف أسباب الأخبار وحكمة انقضاء الآجال وفجأة الأعمال وتقلب الأحوال، يأمل أن يحقق فيما لم يحط به علما، يتمنى أن يعلم ماذا تحمل الأيام والأقدار من تصاريف وأسرار. قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. تحدث بالأمل وحسن الصحبة، بالصبر والطاعة، ورد الغيب لمشيئة علام الله الغيوب. الله الأعلى على الأسباب، هي حجة بليغة حقا. ستجدني إن شاء الله صابرا. والحق أن القدير القهار على ما يشاء قدير. إذا يشاء الله غير الأقدار والأسباب. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، لكن الأصل أن الله قد جعل لكل شيء قدرا، ولكل أمر سببا، ولكل أجل كتاب، ولكل أمة أجلا. قال القدر: لا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. المؤمن يتبع الأقدار بصبر، لا يسأل، لا يعصي لله أمرا، يستقبل البلاء بالرضا ويستقبل القضاء بالاسترجاع. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا لله راجعون، يسترجعون الأمر لصاحب الأمر. لا نعارض، لا نهلع، لا نفزع ونجزع، لا نعجب وننكر، لا نسأل الأقدار. لا نسأل الأقدار فعل القدر، لما فعل ولما لم يفعل، ولو كان فعل ولو لم يكن فعل ما فعل. فسبحانه وتعالى ذو العرش المجيد فعال لما يريد، وسبحانه هو الحميد المجيد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والأصل أن نسلم برضا وخشوع وإيمان بالغيب، ونستعين بلطف الله الخفي، نستعين بالصبر والصلاة. إن الله مع الصابرين، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. إنا لله وإنا إليه راجعون. قدر الله وما شاء فعل، والحمد لله رب العالمين تملأ الميزان. الله رؤوف رحيم سبحانه وبحمده، لا يأتي الخير إلا بخير. وافق موسى الإنسان على عهده كالإنسان بالتسليم بالغيب وعدم السؤال عن الأقدار والاعتراض والمعصية. وهنا لنا لمحات هامة لنرى أن الطريق يريد القرآن بإصرار أن يرشدنا أنهما اثنين لا ثالث لهما. من أول ما اتفقا فانطلقا بلغة المسمى، ركبا في السفينة بلغة المسمى، لقيا غلاما بلغة المسمى، فانطلقا وأتيا أهل استطعما فانطلقا. وكأن القرآن يصر أن يوجه أنظارنا إلى أنهما اثنين لا ثالث لهما، ليسوا ثلاثة. من البداية قال: أتبعك أنا وحدي، على أن تعلمني أنا وحدي. حتى في الأعمال القدر هو وحده الذي يعمل العمل، لا دخل للإنسان، لا دخل لموسى في أعمال. خرقها فقتله فأقامه. قال: لو شئت لاتخذت، أقتلت، لقد جئت. كلها في مخاطبة الفاعل الواحد وطلب الطالب الواحد.
فالإنسان لا يمشي مع الأقدار بصحبة، إنما الأقدار تقع للإنسان وحده. الفتى صاحب موسى صاحب موسى حتى لقي موسى قدره. هنا اختفى من المشهد، اختفى من الرحلة أصلا، لم يرافق موسى في رحلته مع الخضر، بل طلب موسى الصحبة لنفسه فقط. وهكذا الإنسان يلتقي أقداره وحده، يختفي عند التقاء القدر كل صاحب أو فتى. الفتى رجع أصلا، لم يركب سفينة الرحلة، لم يركب سفينة الأقدار مع موسى والخضر، لأن الإنسان يركب سفينة أقداره وحده، وملزم طائره في عنقه وحده، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. القصة تكرر وتؤكد الآيات من بداية الرحلة على أنهما اثنين فقط ركبا وانطلقا ولقيا واستطعما ولم يضيفوهما فوجدا. ولو كانوا ثلاثة لجاء بواو الجماعة لا بألف المسمى، فالحمد لله القدير. ذلك ما أردنا أن نبينه في هذه قصة يوشع بن نون، ولنا معها وقفات حيث بني عليها في الكتب وكتب التفاسير وكتب الروايات حكايات وحكايات ليس لها أصل، كلها من الإسرائيليات. وهنا لنا وقفة ثانية مع الإرادات في الأقدار. ننظر فنرى أن القدر مرة يقول فأردت أن أعيبها، ومرة يقول فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه ثوابا، ومرة يقول فأراد ربك أن يبلغ أشدهما. ثلاثة إرادات. لماذا جاءت بالثلاثة صيغ؟ انظر في جمال الصياغة. لما قال فأردت، عندما عمد القدر لخرق السفينة وظاهر فعله مصيبة شر وعيب وإتلاف، تعطيل أسباب رزق وخوف من الغرق في الفقر والهلاك، عندما كان ذلك كان في الأمر عيب. لما كان في الأمر عيب قال فأردت أنا أن أعيبها، لمحة إجلال وتأدب مع الله ألا ينسب العبد فعل الضر والعيب إلى الله، نسبه القدر لإرادته هو. قال فأردت أن أعيبها رغم إقراره في نهاية الأمر وما فعلته عن أمري، إقرار من العبد الصالح القدر أن كل أفعاله ليست بأمره ولكن بأمر الله وحده. هنا لما قال جاء على ذكر العيب نسبه لنفسه، قال فأردت أن أعيبها أدبا وإجلالا وتسبيحا بحمد الله. فهكذا لا تنسب العيب إلى الله تبارك وتعالى وترد القدر. أما عندما جاءت مصيبة قتل الغلام ومصابكم في الأنفس وما أدراك ما الولد والضنا، وما أدراك أن الولد لو لم يكن مات كان خيرا له ولأهله. نبتة مصابة خبيثة وثمرة مريضة تعجب الناظرين بينعيها، يستبشرون بطيب قطوفها وهي مسمومة، تمرض ولا تسمن ولا تغني من جوع. مشروع طاغية كافر يرهق أهله المؤمنين لا يرحمهم، وقد استحقوا خيرا منه، وبموته عفو وإحسان ورحمة
من الله تبارك وتعالى، وعوضا عنه رأفة وإكراما من الله تبارك وتعالى. لذلك قال فخشينا أن يرهقهما، خشينا بالجمع وأردنا بالجمع، جمع الفاعلين في هذا العمل وليس القدر وحده. لم يقل فخشيت، ولم يقل فخشي الله، لم يقل فأردت، ولم يقل فأراد ربك. لماذا؟ لما اجتمع في هذا العمل قتل الغلام الطاغية الصغير وإحياء خلق جديد، ولما جمعت الطغيان والكفر والقتل والإيمان والزكاة والعوض والرحمة، لم ينسبوا الفعل لرب العالمين تأدبا، بل نسبه لإرادة جماعية للملائكة المكلفين بمقاماتهم المعلومة، لملائكة الموت الذي سيقبض روح الطفل، وملائكة الحياة الذي سيبعث وينفخ روح البديل الطفل الوليد الجديد، وملائكة الرزق وملائكة القدر. قال فأردنا، ثم أنه في النهاية سيرجع الأمر كله لله. ففي الأولى لما كان الأمر كله عيبا نسبه لنفسه، وفي الثانية لما كان في الأمر إصلاح وخير وظاهره شر نسبه لجماعته من الملائكة والفاعلين جميعا. أما في الثالثة أخلص. كذلك في نفس قصة الطفل قال فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة، يبدلهما ربهما، أردنا أن يبدلهما ربهما. أخلص فعل الخير في البديل الطيب الذي هو خير زكاة وأقرب رحما لله. فقال في الأولى فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا نحن الملائكة أي، ثم نسب فعل الخير لله، يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. أخلص فعل الخير والعوض الجميل والبديل الأزكى والأرحم والخير زكاة وأقرب رحمة لله ربهما خير الوارثين. اختيارات في القرآن بلاغية جميلة إعجازية بديعة في نسب إرادة الفعل وفعل الخير فقط لله رب العالمين. في المشهد الثالث في مسألة الوعد والوعود والموعودين في قوله فأراد ربك خالصة مخلصة. لماذا؟ لأنه مصاب حسن كله عمل خير بإرادة خالصة لله. أقام الجدار حتى لا ينهار بقدر خفي، حفظ كنز الصالحين لثمرات قلوبهم وذرياتهم، تولى رعاية الأيتام في المدينة وهي أرقى من القرية وبعيدة عن أهلها أهل السوء، حتى بلغ أشدهما واستخرجا كنزهما، وعدا موعودا جميلا من الله بسعة رزق من الله الذي قدر فهدى، وتولى الصالحين ورب الموعودين وآتاهم وعدهم والوعد للموعود. ولما كانت كلها إرادات وأفعال خير خالصة وإحسان، رد القدر المتكلم الإحسان لصاحب الإحسان والفضل الجميل للجميل. قال فأراد ربك أن يبدلهما، قال فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، هي الرحمة من الله ربك لما كان العمل كله خير وتربية ورعاية ورزق مكنوز. قال فأراد ربك ثم أرجع واسترجع وما فعلته عن أمري.
إرادة الله فوق كل مريد وفوق كل مراد. الله فعال لما يريد وهو لما يشاء وعلى ما يشاء قدير. رفعت أقلام كتاب القدر المكتوب بعلم الله من قبل أن يبرأها، وجفت الصحف فما شاء الله كان وفعل، وكل ما أراد الله آت، وكل مريد يريد، والله يفعل ما يريد، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فلا حول ولا قوة إلا بالله البر التواب الرحيم. وكل الله الأمر جميعا، فليس بأمر الأخيار وليس بأمر القدر، فالقدر عبد من عباد الله قائم بأمر الله، وإن منا إلا وله مقام معلوم. ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. هنا لم تستطع بدون التاء الثانية بالتخفيف، خفف تاء من التاءين إشارة لاستحالة القدرة على تحمل اتباع الأقدار ولو قليلا، ولا وجود لاحتمالية ضعيفة على الإحاطة بأفعال الأقدار ومقاصدها والحكمة منها وألطافها الخفية وأسرارها المكنونة. ولا يمكن العلم بتأويل أنبائه ومعرفة أسبابه وأسراره وما يخفي بين طيات مصائب أيامه من حكم وألطاف، رحمة وخير أو غير، فلا يعلم الغيب إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى وبحمده. الخلاصة: الثابت والظاهر من الروايات القرآنية أن الخضر هو القدر، ملاك القدر بإذن الله تجسد بشر، ليس هو أصلا بشر، لا رجل صالح بشر، ولا نبي ولا ولي بشر، لا خفي ولا ظاهر، ولكنه ملك الأقدار تجسد بأمر الله الواحد القهار في شخص رجل صالح رحيم عالم من لدن الله عليم، ليعلم موسى والمؤمنين من ورائه، وهو كما تجسد جبريل الذي جاء ليعلمكم دينكم، فدخل في هيئة رجل عربي شبيه بدحية الكلبي وجلس بين يدي النبي ليعلم المؤمنين. الأمر الثاني: لم يصاحب موسى والخضر فتى موسى، ولا أصل ليوشع التوراة في الرواية القرآنية، والإنسان لا يصاحبه مع أقداره إلا نفسه، فعندها يغيب كل صاحب ويختفي كل فتى ورفيق. الأمر الثالث: القدر هو الذي يفعل ويتفاعل. القدر هو الذي خرق السفينة وقتل الغلام وأقام الجدار دون عون موسى، ولم يكن وجود لفتاه أصلا. لذلك قال موسى: لو شئت أنت لاتخذت أنت عليه أجرا، لو شئت لاتخذت عليه أجرا بتاءين للفعل مكررها مرتين، أنه لم يفعل، الأجر يكون لك أنت ليس لي، لم يقل لاتخذنا عليه أجرا. فالمسألة أن الفاعل هو القدر والأفعال يفعلها القدر. الأمر الثالث: أنك ترى عندما تصبر على ما أصابك أن كل تأويلات أنباء ما ظهر مع الأيام أنه كان مصيبة وبلاء وشر، تبين أنها كان جوهرها خيرات خفية كبيرة غيرت مسار وحولت أوضاع وفتحت أبواب وغلقت أبواب وما تعلمون، لكن الله يعلم. الأمر الخامس: لن تستطيع أيها الإنسان ولا ينبغي لك أيها البشري تتبع الأقدار، فلا يمكنك الإحاطة بعلمه وألطاف أسراره، ولا معرفة الخير في الشر
فسلم بقضاء الله وارضى بقدره، واصبر لله واسترجع، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، استغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله إخواننا هيكون معانا في الحلقات القادمة مواضيع أخرى جميلة شيقة كلها يجري إعدادها بإذن الله. أرجو عمل مشاركة، وأرجو عدم عمل لايك للفيديو اللي ينتشر. أرجو ساعدونا بأن الأمر أمورنا بنتعب كتير عشان نجيب لكم علم صحيح ونوفق منهج ونعمل دوكمنت كله خير ليكم بإذن الله. فساعدونا ان انتم تنشروه، وهو لله، ولعل الله أن يجعل لكم فيه خيرا. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم الهدى والرضا والتقى والعفاف والغنى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلطف بنا فيما جرت به المقادير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.